في الفيديو بتاع النهارده هنتكلم عن فيسبوك بيزنس وايه اهميته وليه لازم يبقى عندي فيسبوك بيزنس وليه اشتغل من ادز مانجر في فيسبوك بيزنس وما اكتفيش بالبروفيشنال اكونت. وهناخد جوله سريعه كده في ميتا بيزنس. بس قبل ما نخش في موضوع الفيديو ما تنساش تعمل لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل جديد. يلا نخش في موضوع الفيديو على طول. طب ليه لازم اعمل اكونت بيزنس وايه اهميته؟ بص، هو الاكونت بيزنس دي يعتبر المظله اللي انت هتدير تحتها كل الاصول بتاعتك، اللي هتربط عليها كل الاصول بتاعتك، سواء حسابات اعلانيه، سواء صفح، سواء اكونتات انستجرام او واتساب، واي حاجه انت تملكها من منتجات ميتا ديت هتبقى انت بتديرها بالبيزنس اكونت. فبقى مكان واحد انت قادر تدير منه كل حاجه. غير كده ان في ميتا بيزنس هتقدر تدير اكتر من حساب اعلاني، سواء انشأت اكتر من حساب اعلاني. مع الوقت انت بتنشئ حساب واحد، مع الوقت بيبقى 2 3 لحد ما توصل لعدد كبير من الحسابات الاعلانيه في اكونت واحد. على عكس البيرسونال اكونت، هو بيديك حساب اعلاني واحد بتشتغل عليه، ولو حتى عملت حساب اعلاني تاني على البيرسونال اكونت بيتقفل الاولاني. ما ينفعش تملك على الحساب الشخصي غير حساب اعلاني واحد. على عكس البيزنس بتعمل حساب واثنين وثلاثه. غير برضو ان انت بتقدر تدير الحسابات الاعلانيه بتاعه العملاء من اكونت بيزنس بتاعك. فبقيت كده كل شغلك انت لمه في مكان واحد، وبتقدر تدير اكتر من حساب اعلاني من مكان واحد بس. وحتى كان في مشكله زمان على ما اعتقد ما زالت موجوده، ان انت لو الاكونت الاساسي بتاعك اتقفل خلاص انت كده الحساب كله، اكونت الفيسبوك كله اتعطل عن الاعلانات. حتى لو عندك اكتر من حساب بيزنس عايز تعلن عليهم، ما دام الحساب الشخصي بتاعك مقفول خلاص انت كده ما تقدرش تعلن من على الاكونت الفيسبوك كده. على عكس الحساب البيزنس، لو عندك حساب واثنين وثلاثه واربعه انت بتشتغل من عليهم، فلو حساب منهم فات قيد او اي حاجه او اتقفل لاي سبب، طالما الحساب الشخصي شغال فخلاص، فانت تقدر تعلن من اي حساب بيزنس تاني. فانت كده انت بتحمي الحساب الشخصي بان انت سايبه مش شغال عليه وشغال على اكتر من حساب اعلاني بيزنس. غير ان انت لو بتشتغل على كذا نشاط هتقدر تشتغل على كل ادز مانجر نشاط مختلف، الاكونت يبقى منظم والفيسبوك يبقى فاهم خوارزميات النشاط اللي انت بتشتغل عليه. ولو عايز تعمل ريتارجت او لوك لايك اودينس بيبقى الموضوع منظم اكتر. فاحنا دايما برضو بننصح ان انت كل اكونت تشتغل من عليه نفس النشاط، يعني حتى لو اشتغلت عليه اكتر من عميل بس يكون نفس النشاط. غير كده ما تشتغلش انشطه كتير مختلفه ملهاش علاقه ببعض على نفس الادز مانجر. الاكونت بيزنس بيسمح لك ان انت تعمل اكتر من ادز مانجر، وفي نفس الوقت تقدر يديك اكسس على الاكونت بتاع العميل. الحاجه الاخيره، انت لو عندك اكونت بيزنس ده بيبقى حمايه للصفحه اللي انت بتديرها، لان لو انت مجرد ادمن في الصفحه ممكن اي ادمن يقدر يطلعك من الصفحه. انما انت لو رابط الصفحه دي على اكونت بيزنس فاصبحت انت اونر للصفحه ديت، مفيش اي ادمن في الصفحه يقدر يشيلك. وحتى لو قدر يشيل اكونتك الشخصي بسهوله جدا انت تقدر ترجع للصفحه من اكونت البيزنس وتقدر تشيله كمان. انما هو ما يقدرش يشيل الاونر بتاع الصفحه مهما كانت صلاحياته، حتى لو انت مديله الفول كنترول برضه ما يقدرش يشيل الاونر بتاع الصفحه. الاكونت بيزنس اما تربطه بالصفحه بيخليك اونر للصفحه، ودي بتبقى حمايه للصفحه ان محدش هيقدر ياخدها منك. ومميزات انك يبقى عندك اكونت ميتا بيزنس كتير جدا، بس لو انت اصلا مش شغال من اكونت بيزنس فالمعلومات اللي انت عرفتها اظن كفيله جدا ان انت لازم تروح دلوقتي تعمل اكونت بيزنس. تعال نروح دلوقتي نشوف ازاي تعمل اكونت بيزنس وناخد فيه لفه سريعه. لو انت ما عندكش اكونت بيزنس اصلا برضه انت هتلاقي نفسك جاهز ان انت تعلن وما عندكش اي مشاكل. لو انت دخلت على facebook.com ادز مانجر هيلاقي نفسك اوتوماتيك حولك على الادز مانجر، يجيب لك الشروط. انت طبعا اي اكسبت يعني نقدر نرفض وبعدين انت عندك اكونت حساب اعلاني واحد ده مرتبط بالحساب الشخصي، وده الحساب الاعلاني الشخصي اللي احنا قلنا عليه، لكن ما عندكش اكونت بيزنس وتقدر تبدا تعمل من عليه اعلانات مفيش اي مشكله. لكن دلوقتي احنا عايزين نعمل اكونت بيزنس. هنعمل ايه؟ هنروح لفيسبوك بيزنس. ممكن من هنا انت بتقول له دلوقتي انا عايز اعمل اكونت بيزنس، يلا نعمل اكونت. هيقول لك مثلا البيزنس بتاعك او الاكونت نيم هيبقى اسمه ايه. انت تقول له مثلا الاسم اللي انت عاوزه، تمام، ودوت اسمك هتلاقيه مكتوب. وهتلاقي بقى يقول لك ايه، حط لي ايميل اقدر ابعت لك عليه كود التفعيل. هتحط له الايميل وبعد كده تعمل سبميت، هيعمل لك اكونت بيزنس مباشره كده. كرييشن ما فيهوش اي حاجه كده، انت بسهوله عملت اكونت بيزنس. نروح بقى للاكونت بيزنس بتاعي. هيبقى ده شكل اكونت البيزنس اول ما يتعمل. عايزين ناخد لفه سريعه بقى ونتعرف على الاكونت بيزنس بسهوله خالص، مش هناخد اي معلومات معقده، هناخد المعلومات الضروريه. انا ليه عملت الاكونت ده او ليه لازم اشتغل من اكونت بيزنس. يبقى ده شكل اكونت البيزنس بتاعك في كل الحسابات الاعلانيه بتاعتك او الصفح وكل حاجه المربوطه، تمام. طب احنا الحاجات دي بنجيبها منين؟ احنا هنخش على السيتنج. ده شكل السيتنج في الاكونت بيزنس. اول حاجه هتعمل اول ما تعمل الاكونت هتروح على الاد اكونتس على الحسابات الاعلانيه، هيجيب لك الحسابات الاعلانيه. طبعا انت لسه عامل الحساب الجديد ما عندكش اي حسابات اعلانيه، انت هتروح تعمل الاد وهتروح تعمل كرييت
create a new account. يعني انت لو عايز تعمل حساب اعلاني جديد بتروح ل create new ad account. تمام. ممكن تعمل request access، يعني لو انت معاك عميل او كده ومعاه حساب اعلاني او عنده حساب اعلاني، هو بس بيديك كود بتاع الحساب الاعلاني اللي هو زي اللي موجود ده كده، وبيعمل له كوبي وبيبعته لك. فانت بتخش تعمل الاد هنا، تعمل ريكويست وتبدا تحط الكود بتاع الحساب الاعلاني، وانت بتطلب اكسس على الحساب الاعلاني بتفتح الصلاحيات اللي انتوا متفقين عليها. تمام. يعني احنا لو عملت له قلت له مثلا ايه، انا اللي هدير الاكونت الاعلاني، لو عملت كونفيرم هيجي نوتيفيكيشن لصاحب الحساب الاعلاني بيقول له صاحب الاكونت بيزنس دوت طلب ان هو يدير الحساب الاعلاني، هل انت موافق؟ هو طبعا انتوا هتبقوا متفقين وهيتكلك موافق وتمام، وتبدا تدير الحساب الاعلاني بتاعه من عندك. فكده اول حاجه هنعملها نروح على الحسابات الاعلانيه، نقدر نعمل حساب اعلاني ونقدر نطلب اكسس لحساب اعلاني او نضيف حساب اعلاني موجود بالفعل. يعني في كلا الحالتين انت تدخل الاي دي بتاع الحساب الاعلاني اللي انت عايز تعمل اكسس عليه، وصاحب الحساب الاعلاني هيوافق لك عليه، صاحب الاكونت بيزنس اللي على الحساب الاعلاني، او حتى لو بيرسونال اكونت. تاني حاجه البيدجز، هنا هتقدر اي بيدج انت بتديرها او عندك اكسس عليها هتبقى ظاهره لك هنا. فانت هتقدر تعمل اد هنا، اد بيدج مثلا، وتروح تجيب لينك اي بيدج انت عايز تضيفها. يعني لو رحنا مثلا، لو دخلنا عليها تمام ودخلنا على المانج بيدج اكسس، هنلاقي هنا انا الادمن بتاع الصفحه. تمام. يعني انا اللي بدير الصفحه. لو برضو جيت خدت لينك الصفحه حطيتها تبدا تظهر لي هي، احطها واحط الاد بيدج، هي كده خلاص نزلت في الحساب الاعلاني. طب هي نزلت على طول ليه؟ لان انا مالك الصفحه. انا لما ابقى ادمن على الصفحه ومالك الصفحه واجي اضيفها مش محتاجه تاخد قبول من حد. لما ابقى انا الادمن اللي موجود على الصفحه وابدا اضيفها على الحساب الاعلاني مش هتستاذن من حد، لان في الاول وفي الاخر انا اللي موجود، يعني انا الادمن اللي على الصفحه انا بضيفها. طبعا لو انت ادمن والصفحه على اكونت بيزنس تاني انت ما تقدرش تضيفها. الحاله بس دي ان الصفحه لسه مش مربوطه باكونت بيزنس، فانت كادمن تقدر تاخدها تربطها بالاكونت بيزنس. هنبص هنروح تاني للصفحه، هنبص هنلاقي البيزنس ظهر في الصفحه. الاول كنت انا ظاهر كمجرد ادمن في الصفحه عادي، عندي فول كنترول وكل حاجه بس ادمن. دلوقتي انا صاحب الصفحه، يعني بيقول لك الصفحه دي مربوطه باكونت بيزنس. فاحنا كده مثال عملي ان احنا ربطنا صاحب الاكونت بيزنس. كده انا اقدر احط 1 و2 و3 و10 ادمن وادي لهم صلاحيات كامله على الصفحه وما يقدروش ياخدوها مني، لان في الاول وفي الاخر انا مالك الصفحه دي. بالنسبه للصفحه انا ملوكها. طب في ايه تاني؟ في ان انا اقدر اطلب صفحه ما اكونش املكها، اجيب برده نفس اللينك زي ما جبته واضيف اللينك هنا واعمل ريكوست اكسس، بيروح طلب لصاحب الصفحه. لو الصفحه مضافه على الاكونت بيزنس بتاعت حد بيروح للطلب بيقول له ان انا عايز اضيف الصفحه على الاكونت بيزنس بتاعي، وهو يا يوافق يا يرفض. بالنسبه للانستجرام اكونت بتقدر تعمل اد برده كونكت الانستجرام وتبدا تفتح الانستجرام بتاعك، هينزل لك الانستجرام بتاعك هنا. بقيت انت برده مالك الانستجرام. الانستجرام هنا تقدر بقى اي حد معاك على الاكونت بيزنس انت مديله اكسس على الاكونت بيزنس او كده يقدر يعلن على حساب انستجرام من الاكونت بيزنس. مش شرط تروح تديله الحساب الشخصي بتاع انستجرام ويروح يفتحه على الموبايل وممكن يغير الباسورد او كده. ممكن يكون واحد انت ما تعرفوش، ده تعامل، ده واحد فريلانسر انت عايز تشتغل معاه، فانت ما ينفعش تديله الباسورد بتاع الانستجرام. لا، انا اديك اكسس على اكونت البيزنس بتاعي بصلاحيات معينه وتقدر تشتغل على اكونت الانستجرام من غير ما انا اديك الباسورد بتاع اكونت الانستجرام وتروح تفتحه من على تليفون. والواتساب اكونت ده الداتا سورس، البيكسلز، الاوفلاين ايفنت. الاوفلاين ايفنت دي احنا شرحناها في الدرس اللي فات بتاع حاجات مهمه بتنقل اعلانك لحته تانية. دوت هتلاقي برضو اسيب لك اللينك في الديسكريبشن تعرف ازاي تقدر تستفيد من الاوفلاين ايفنت دي. والبيكسل والكتالوجز دي وكل حاجه عندك بتديرها، او كل حاجه من منتجات ميتا انت بتديرها هتلاقيها في الاكونت بيزنس. والاكونت بيزنس طبعا في حاجات تانية كتير جدا بس انا مش عايز اصعب الموضوع عليك، احنا بنلم الحاجات المهمه بس. واحده واحده هتبدا انت تتعرف على الحاجات دي لوحدك، او ممكن ابقى نتكلم عليها باستفاضه اكتر. الحاجه المهمه تانية اللي هي اليوزرز. تمام. ايه اليوزرز ديت؟ هي البيبول، الناس اللي بتدير الاكونت بيزنس. زي ما انا قلت لك دلوقتي، انت ممكن دلوقتي انا عايز حد يشتغل معايا. تمام. الحد اللي يشتغل معايا دوت ممكن انا اديله كنترول على حساب اعلاني بعينه. مثلا نخش على الحسابات الاعلانيه اللي عندي، انا ممكن حساب اعلاني بعينه ادي حد اكسس عليه. طب ولو حد شغال معايا على كل البيزنس اللي انا شغال عليها اخش على كل حساب اعلاني او كل بيج اديله اكسس عليها؟ انا طبعا ممكن اعمل كده عادي مفيش مشكله بسهوله، وممكن اديله اكسس على البيزنس اكونت بتاعي كله يشتغل من البيزنس اكونت. مش شرط ابدا اخش احطه على كل حساب اعلاني عندي، لا انا هديك اكسس على البيزنس اكونت تقدر تخش تشتغل على اي حساب اعلاني على حسب ظروف الشغل. تمام. فانا بعمل كده ازاي؟ انا بعمل كده، بعمل انفايت بيبول واحط الايميل بتاعه هنا
وبعد كده اروح اعمل نيكست واعمل له انفايت. هيجي له رساله على الايميل يقول له والله صاحب الاكونت البيزنس دوت هو طالب ان هو يضيفك عشان تقدر تشتغل معاه على الايميل بصلاحيات معينه. يعني انت بتتك نيكست، هنا بيقول لك البيزك اللي هي بعض الصلاحيات المعينه اللي هو يقدر يدير الصفح، اكونتات انستجرام. في حاجه تانية يقول لك الابس اللي هو كونفرجن اي بي اي، دي حاجات كلها ليها علاقه بالتراكنج والبيكسل والحاجات دي. تمام. حتى هنا بيقول لك اهو مهمه حساسه، يعني خلي بالك ما تديهاش لاي حد. الديفولت دوت ممكن تديها لاي حد، يعني ايه، هنا في الاول وفي الاخر ليه صلاحيات محدوده. هنا بيقول لك دي مهمه حساسه. وهنا انت ممكن تقول له ايه، فول كنترول. فانت everything هتقول له مانج، هتقول له فول كنترول. يعني ده الراجل دوت يقدر يعمل اي حاجه في حسابي الاعلاني، بس خلي بالك يقدر يعمل اي حاجه في حسابك الاعلاني يعني يقدر ياخد حسابك الاعلاني كله. فالحاجه ديت ما بتعملهاش غير مع حد يكون ثقه جدا وحد شغالين في نفس المكان، يعني يكون الاكونت بيزنس مشترك ما بينكم او شيرنج ما بينكم عشان انتوا شغالين في نفس المكان. وبعد كده بتتك نيكست وتبعت له دعوه، وهو بيقبل الدعوه وبعد كده يقدر يخش من هنا على البيزنس. يعني الحاجات دي كلها بيزنس انا شغال عليه، يعني اكونتات بيزنس كلها انا شغال عليها. هو هيبدا البيزنس بتاعك يظهر له هنا في الاكونتات البيزنس بتاعته اللي هو متاح يشتغل عليه، وبكده يبقى هو بقى عنده فول كنترول على البيزنس بتاعك او على حسب الصلاحيات اللي انت محددها. وده شرح بسيط للاكونت بيزنس، احنا جرينا عليه جري بسيط كده. وانت لو ما بتشتغلش من اكونت بيزنس اصلا، بتشتغل من الاكونت الشخصي العادي وتبدا تشتغل اكونت بيزنس، عشان ما تصعبش الموضوع على نفسك، انت مش محتاج تعرف اكتر من كده دلوقتي. وبكده نكون خدنا جوله سريعه، اتعرفنا على ميتا بيزنس وليه لازم يكون عندك اكونت بيزنس واهميته، وعرفنا نتعامل عليه ازاي. وبكده اكون انا خلصت الفيديو، يا رب تكون استفدت منه. ولو استفدت يا ريت تعمل لي لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه وتفعل الجرس عشان يوصلك كل فيديو انا بنزله. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.